بجد طالعة معايا روعة تحفة تحفة جربوها بجد حاجة يعني بجد خيال واقتصادية جدا اقتصادية جدا ما تشتريهاش من بره تشتريها من بره ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مساء الخيرات على أحلى أماراتي يا مراحب يا مراحب ازيكم حبيباتي عاملين ايه يا رب تكونوا في أفضل الأحوال وحشتوني وبحبكم في الله أهلا وسهلا بيكم شرفوني على قناتي أصلي وعصري وعلى صفحتي أصلي وعصري على الفيس. هنعمل مع بعض النهاردة ايه يا حبيباتي؟ هنعمل مع بعض تورتة للمبتدئين. ليه بالغالي تشتريها في بيتك اعمليها عمرك ما تفشلي فيها ان شاء الله عمرك ما تفشلي فيها وتحدي وهعملها لك بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. وهقول لك تجيبي الحاجات بتاعتها منين والتزيين بتاعها يكون ازاي بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله ومن غير اي تعقيدات. الاول يا حبايبي نعمل لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد. وتعالوا بينا نصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. احسن حاجه تسمي على اكلك وانت بتعمليه عشان ربنا يبارك لك فيه. انا عملت هنا السبونج، انا عملت معاكم الفيديو اللي فات بالظبط عملت سبونج التورت او سبونج الكيك بطريقه سهله جدا، عملته لك بطريقه سهله جدا وحليت فيه كل المشاكل وجاوبت فيه على كل الاسئله. الفيديو هو اللي موجود تحت الفيديو ده على طول على القناه او على الصفحه زي ما تحبي. انا جبت الكيك كده وبعد ما بيته طبعا احنا ما بنشتغلش بيه زي ما اتفقنا، احنا بنعمل الكيك السبونج بنعمل السبونج بتاعنا بنبيته وبنغطيه بفوطه كده، بنعمله من بالليل ونغطيه بفوطه لتاني يوم الصبح ما بنجيش ناحيته خالص ولا بنحركه لغايه تاني يوم الصبح لما يبرد معانا ويبقى حلو ويتماسك كده. بنروح شايلين الوش بتاعه بتفركيه بايدك زي ما انا عملت كده، بتفركيه بايدك سهل جدا. هيطلع معاكي بتفركيه بايدك بيروح طالع معاه. بنشيل الوش ليه ام مالك عشان طبعا بيبقى فيه خلاصه الزفاره بتاعة البيض، عشان كده بنتخلص منه. ورحت جايبة البوردة بتاعة التورتة اللي هشتغل عليها عشان اخد المقاس بالظبط. رحت حطاها كده على السبونج ورحت مقطعة بالسكينة داير ما يدور كده واخدة القطعة اللي انا عملتها خلصتها بالراحة كده من الورقة بتاعة الطبخة ورقة الزبدة، رحت مطلعاها سهلة جدا طلعت معايا بمنتهى السهولة. شايفين الحجم بتاعها وسفنجية وطالعة يعني واضح عليها ان هي يعني اسفنجيه وهشه وناعمه وجميله وطالعه تحفه قوي معايا بصراحه يا جماعه والله الحمد لله رب العالمين. وحطيتها على جنب كده وبرضو اخدت البورده او قاعده الكيك او قاعده التورته ورحت حطاها كده. وبرضو لفه عليها بالسكينه، دي اسهل طريقه تعملي بيها سبونج. الطريقه دي تضمني بيها الكيك بتاعك لا يهبط منك بعد ما تطفي الفرن، ولا يطلع مكتوم منك ولا يطلع قلبه معجن. تعمليها في صاج كبير كده وتقطعي على مقاس الحاجه اللي انت هتشتغلي عليها. وبيطلع معاكي كده اسهل واحسن ما تعمليه في حله. حابه تعمليه في حله اعمليه في محله في منتهى البساطه، بس انا قلت الطريقه دي اسهل للمبتدئات اللي هم اول مره يعملوا او اللي هي لسه ايديها مش واخده واللي بيفشل منها على طول، لان في بنات كتير اشتكت ان الكيك بيفشل منها، السبونج بالذات بيفشل منها والكيكه الاسفنجيه بتفشل منها. فانا جبت لك الطريقه دي اضمن طريقه تعملي بيها السبونج. شايفه السبونج طالع معايا شكله ايه؟ لا بيطلع معاكي هش جدا واسفنجي وناعم وخفيف، وهتقطعيه بقى براحتك بطريقتك، ولا قطعه تطلع منك كبيره ولا تطلع منك صغيره ولا مش عارف ايه الكلام ده كله، لا كل المشاكل دي انسيها. ولا هبط مني بعد ما طفيت الفرن ولا طلع قلبه معجن ولا طلع مكتوم ولا الكلام ده كله. وعالجنا وردينا على كل المشاكل دي في المره اللي فاتت. قطعت 3 طبقات كده وحطيتهم على جنب ورحت جايبه بوله كبيره كده بقى. وتعالوا نعمل الكريمه بتاعه التورتيه الجميله بتاعتنا ان شاء الله. انا حطيت في البوله دي كنت حاطه فيها كوبايه من السكر البودر، كوبايه من السكر البودر الناعم، وضفت عليها ربع كيلو زي ما هو من الكيس كده كريم شانتيه، كريم شانتيه خام انا جايباه من عند بتاع الحلواني. وضفت عليها معلقه من الباستري، كريمه باستري. كريمه الباستري دي برضو عندي ادوات الحلواني بتجيبي ب 10 جنيه بتكفيكي فتره كبيره. باخد معلقه منها بس اضيفها بتدي طعم حلو قوي قوي للكريمه بتاعه تزيين التورت. وكمان ضفت عليها باكت فانيليا بودر. وضفت معلقتين من الكاكاو الخام. الكاكاو الخام بتاعك نوعه ايه يا ام مالك؟ الكاكاو الخام يا حبيبتي اسباني، انا جايبه اسباني بستخدم النوع الاسباني على طول لان ده نوع نظيف. وقلبت طبعا كل الحاجة في بعضها كده تقليبة كويسة قوي. ورحت نازلة بكوبايتين من المية المتلجة، المية بتاعتك لازم تكون متلجة عشان الكريمة تتماسك معاكي وتبقى حلوة. ونزلت بالمضرب، المضرب الكهربائي طبعا هيدي نتيجة كويسة معاكي، ولو عندك العجان طبعا هيكون أفضل وأفضل، العجان بيدي نتيجة هايلة. ولو ما عندكيش لا المضرب كهربائي ولا مضرب او العجان هتشتغلي بالمضرب اليدوي. هتاخد منك مجهود شويه بس ان شاء الله هتطلع معاكي حلوه، بس هتاخد وقت منك يعني. بفضل اضرب فيها كده بالمضرب وبشغله، بدات تتماسك معايا زي ما انتم شايفين اهي.
مسكت معايا كده اسيبها؟ لا، ما اسيبهاش كده بقى، لا الناس بقى لا كلها بتفتكر انها خلاص مسكت كده فتسيبها. لا، تفضلي تضربي فيها. كل ما ضربتي فيها اكتر، كل ما عليت معاكي وعطت فوم كده والحجم بتاعها وزادت معاكي وبقت كترت معاكي كده في البوله. بتضربي، تفضلي تضربي بقى فتره حلوه قوي. انا فضلت اضرب حوالي ربع ساعه بس، بطفي المضرب شويه عشان اريح دراعي واريح المضرب، برضو الحاجه غاليه المضرب بتاعي ما يبصي، واشتغل تاني لغايه ما فضلت معايا بقى عطت القوام اللي انتوا شايفينه ده. بصي حركه المنقار دي، الكريمه بتاعتك طلعت، ده اختبار بقى. الكريمه بتاعتك عملت حركه المنقار ده، ما وقعش منها كده، ما وقعش من السلاح بتاع المضرب كده او الادراع بتاعت المضرب دي، خلاص تعرفي ان الكريمه بتاعتك كده تمام كده، طالعه فل معاكي تمام التمام. بننزل بقى، بتخلص بقى بطلع الادراع بتاعت المضرب، وبحط الكريمه في التلاجة شويه، وبعدين بجيب القاعده بتاعه الكيك بتاعتي او التورته، وبحط عليها البورده بتاعه الكيك، واحط اكياس كده عليها، عشان الاكياس دي حطها لي ممالك. هتساليني طبعا، هقولك حطاها عشان الحاجات اللي هتنزل وانا بزين الكيك ما تبهدليش الدنيا، وكمان ما ارجعش بقى اقعد امسح وانضف واعمل. لا، هي كده ايه، هتسحبي الاكياس هتاخد كل اللي عليها وتنزل، هتلمي لك الدنيا يعني. حطيت معلقه من الكريم شانتيه كده على البورده بتاعه الكيك عشان تمسك معايا الطبقه بتاعه الكيكه والسبونج اللي احنا حطيناها. وكنت عامله بقى يعني شيره او شربات اسقي بيه الكيك بتاعي. الكيك كان ناعم والله وطري وجميل قوي، بس برضو حبيت احط له برضو يعني اشربه حاجه. فدي كوبايه من السكر على كوبايه ميه، وحطيتها حوالي يعني 5 دقايق كده على النار، غليت. وحطيت لها ذره فانيليا عطت طعم حلو، لو حابه تضيفي لها شويه نسكافيه برضو بيدوا طعم حلو قوي. وبتسيبيها لما تبرد طبعا، ما تحطهاش سخنه على الكيك، وبتشربي بيها طبقات الكيك بتاعتك. ونزلت بقى بكريمه الحلواني بتاعتي، حطيت مليت الطبقه بتاعتي كده، وبعدين جبت السكرابر ده ورحت موزعه الكريم شانتيه بتاعي. السكرابر ده سهل جدا يعني، رخيص، بيبقى عند بتاع ادوات الحلواني طبعا، بتشتريه من عنده رخيص، ده بلاستيك، بيبقوا 3 على بعض كده، مش غالي يعني. لو مش موجود عندك هتشتغلي بسباتيول، هتشتغلي بمسطره من بتوع ولادك بس تكون نظيفه. ورحت حاطه بقى ال3 طبقات بالطريقه دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بالطريقه الاولانيه اللي وريتها لكم دي لغايه. وبعدين رحت جايبه بقى الحلواني، ورحت ماليه التورتيه بتاعتي طبقه حلوه كده من الكريمه، الاطراف والاجناب وفوق وكله، جايبه السكرابر ومسويه كده. السكرابر طبعا حي يعني هيدي معانا نتيجه حلوه. يا دوبك هتمسكي القاعده بتاعت التورتيه كده تلفيها، والسكرابر في الايد التانية وتلفي، هيسوي معاكي بمنتهى السهوله التورتيه. يبقى كده جلسنا التورتيه بتاعتنا تجليسه كويسه قوي، وبنسويها حلوه قوي. لو عندك حته الكيكه باينه فيها، بتحطي عليها حته كريمه وبتسويها تاني بالسكرابر كده لغايه ما تتجلس معانا تجليسه حلوه قوي. وبعدين بتدخليها التلاجة، تسيبيها حوالي ايه ساعه كده في التلاجة عشان الكريمه تتماسك معانا، وعشان تدي يعني تبقى متماسكه معانا وحلوه ونعرف نشتغل عليها. خرجتها من التلاجة، وبعدين جبت السكرابر كده ورحت ايه مخططاها كده. اللي هو السكرابر اللي هي الناحيه المشرشره دي الصغيره مش الكبيره. وبرده وانت بتشتغلي لو حته من الكيك بانت وانت بتعملي بالسكرابر، بتحطي حته كريمه تاني وبتعيدي عليها تاني، فبتختفي معاكي وبتبقى حلوه قوي. جلستها زي ما انتم شايفين كده، وسبتها برده زي ما قلت لكم في التلاجة يعني تمسكت معايا شويه عشان اعرف اشتغل فيها. وبعدين رحت جايبه كيس من بتوع التلاجة اللي هو الاستخدام الواحد ده، وحاطه فيه بقى الجيلو، حاطه جيلو شوكولاته. انا جايبه جيلو شوكولاته مش شوكولاته مسيحاها. ممكن تجيبي شوكولاته وتسيحيها كده بمعلقه زيت في الميكروويف، او على على حمام مائي في البوتاجاز، قصدي على البوتاجاز لو حابه يعني تحطي شوكولاته. بس انا بفضل الجيلو. الجيلو سهل جدا، وكمان ناعم ولونه حلو وطعمه جميل قوي قوي في التورتات، وكمان متماسك، يعني متماسك معانا، بتحطيه كده على التورتايه فبيتماسك ويبقى حلو معاكي. حتى انا عدت عليه تاني، يعني لو انتوا شايفين الكيس عدت عليه تاني عشان ينزل معايا على التورتيه ويدي الدريبات اللي انتوا شايفينها دي، عشان ندي الشكل بتاع الدريبات الشوكولاته الجميله دي على التخطيطه بقى، او اللي هي بتاعت التورتيه، فبتدي شكل حلو قوي. عدت عليه تاني كده عشان انزل دريبات لان هو متماسك. وبعدين رحت جايبه بقى الحلواني، ورحت نازله روزيتات كده، عامله روزيتات كده واحده واحده على التورتايه. الكريمه بتاعتي بصوا عايزاكم تاخدوا بالكم الورده طالعه متماسكه وطالعه معايا ظاهره ازاي، عشان انا عامله الكريمه القوام بتاعها حلو.
طول ما انت عامله الكريمه بتاعتك القوام بتاعها حلو ما تقلقيش خالص، هتشتغلي بيها، تعملي اي ورده، تعملي قلب، تعملي ورقه شجره، اي نوع من انواع القمع اللي هتشتغلي بيه او الفورمه اللي هتشتغلي بيها هتدي معاكي الشكل بمنتهى السهوله. ما دام الكريمه بتاعتك كويسه ومعموله القوام بتاعها حلو يبقى ما تقلقيش. جبت تاني بقى ايه، قمع كده اسمه قمع النجمه صغير، وبحطه برده في كيس الحلواني. اكياس الحلواني اللي بشتغل بيها دي استخدام واحد، بيبقى يعني دست على بعضها كده للناس اللي بتشتغل بتجيب بقى مجموعة على بعضها. انت لو حابة تجيبيها مثلا ب5 جنيه ولا حاجة على قدك، وممكن تجيبي كيس من الكبير وتغيري الفورمة عليه وخلاص وتشتغلي بيه. اللي حطيتيها دي ايه يا ام مالك؟ انا حطيت بقى هنا ايه، مربى الحليب. مربى الحليب دي طعمها روعة يا جماعة، طعمها تحفة بجد، يعني بتبقى على يعني تورتات الشوكولاتة بتبقى روعة قوي قوي بجد يعني. وخففت شويه باللبن كده، يعني حطيت عليهم معلقه، يعني اخدت معلقتين ورحت حاطه عليهم معلقه من اللبن ومدوباهم كويس قوي في بعضهم، فكهم في بعض كويس قوي وحطهم في كيس، ورحت حاطه بقى جوه التورتايه عشان املى قلب التورتايه من جوه. برضو متماسك معايا، مش ما طلعش خفيف يعني، طلع متماسك معايا. جبت برضو السكرابر دوت ورحت ايه، آه موزعه بيه كده. بتوزعي بالسكرابر بالراحه، لو انت قلقانه من السكرابر مش عارفه توزعي بيه، هتوزعي يعني بمعلقه. انا هعمل لك بالمعلقه دلوقتي، يعني عشان ما تبهدليش الحاجه، ممكن السكرابر يبهدل منك الحاجه، الوردات اللي احنا عاملينها او الروزيتات دي. فبنجيب المعلقه كده وبتسوي بالراحه. اي حاجه هتشتغلي بيها عندك زي ما قلت لك، اي حاجه هتمشي نفسك، مش لازم الحاجات دي تكون موجوده عندك. والاسهل واسهل بقى، بعد ما وزعت الحاجه دي رحت حاطه معلقه كمان من مربى الحليب، وحاطه عليها معلقه لبن ومخففاها سيكه كده، وحطيتها على وش الايه، وش مربى الحليب اللي انا حطاها، فنعمت معايا كده وعطت يعني سهوله في الايه، في الفرد، وما لزقتش مني في المعلقه، فعطت الشكل اللي انتوا شايفينه ده بمنتهى السهوله كده وبالبساطه. انا بزين كله مره واحده، انا في اليوم ده كنت مستعجله، المفروض نسيبها بقى شويه في التلاجة كده وبعد كده نحط بقيه التزيين، بس انا كنت مستعجله عشان كان عندي عيد ميلاد في اليوم ده، فكنت حابه اخلص بدري يعني. كنت عامله شغل تاني، كنت عامله قبات وعامله تورتيه كبيره، فكان اليوم بالنسبه لي كان اليوم مليان شغل في اليوم ده يعني، فكنت عايزه انجز. الاشكال بتاعتي او الكلمات الانجليزي دي انا عملت هابي بيرث داي دي على قالب سيليكون. قالب سيليكون ده بيبقى موجود برضو عند ادوات الحلواني، كل حاجتك هتروحي تجيبيها من عند بتاع ادوات الحلواني وانت واقفه، بس المهم ترتبي حاجتك وتشوفي انت عايزه ايه، والحاجات دي بتفضل عندك في المطبخ بتستخدميها بقى بعد كده في اي حاجه يعني. انت السيليكون ده حلو قوي قوي بتستخدميه، وبتروحي بقى ايه غسلاه بعد كده ومنشفاه وشايلاه في المطبخ بتاعك لغايه ما تستخدميه في اي تورتايه تانية. عملت هابي بيرث داي، وعملت بقى القلبين كده او 3 تحتيها عشان يعني تدي الشكل معايا. وعملت اسم ابني، ربنا يحرسه ويصونه يا رب، ويحرس اولادكم ويصونها ويحفظهم يا رب. عملت اسم ابني بقى هابي بيرث داي محمد، ابني محمد الكبير ربنا يحفظه ويبارك فيه. الحروف بتاعته بقى اهي، حرف الام الاول كنت كاتباها بالانجليزي، لو ما عندكيش بقى اللي هي الالواح دي او الاسطمبه بتاعت الحروف الانجليزي دي، اعمل ايه يا ام مالك؟ خدوا بالكم، ولادي بيصوروا، بناتي بيحبوا يصوروا الحاجه وانا بشتغل فيها في البيت، فخدوا بالكم في تليفونات كده بتصور بتقرب مني كده وتبعد، ده ولادي بيحبوا يشوفوا الحاجه، بيحبوا يصوروها قوي قوي على تليفوناتهم وانا بشتغل في اي حاجه بعملها. كتبت هنا اسم محمد. لو ما عندكيش يا حبيبتي الحاجه دي، ممكن تحطي تحطي الجيلو او الشوكولاته بقى، دي شوكولاته انا مسيحاها، شوكولاته انا مسيحه 100 جرام من الشوكولاته انا مسيحاهم وكاتبه بيهم الحروف، مسيحاهم على حمام ماء بمعلقه زيت. طيب انا ما عنديش الالواح دي يا ام مالك، اعمل ايه؟ تعملي ايه يا حبيبتي؟ تحطيها في كيس من اللي هو بتاع الحلواني ده وتكتبيها، يعني لو انت بتعرفي تكتبي انجليزي اكتبيها. يعني وكنت عامله اشكال بقى من الشوكولاته كده برضو في الواح اللي هي السيليكون دي موجوده عندي في مطبخي، فبشتغل فيها في التورتات واي حاجه بعملها. كنت عامله اللي هي الاصابع دي بخرجها اهي في الجنب، وعامله اشكال كده بايديا كده على ورقه زبده، وعامله قلوب كده خفيفه كده بيضه، فقلت اشكل كمان تشكيله كده على التورتيه. طبعا التزيين ده يرجع لك انت، التزيين ده انت زي ما تحبي تزيني زيني، يعني ده يرجع لذوقك. فانا عملت حاجات بسيطه قوي كده عشان انا كاتبه، كنت عايزه اكتب الاسم وهابي بيرث داي والتورتيه بسيطه. بصوا الاشكال دي انا كنت عاملاها على ورقه زبده كده بالمعلقه كده، يعني رشها بالمعلقه كده وعاملاها. اما الاصابع دي فكنت عاملاها في الواح سيليكون. حطيت كده وحطيت قلبين تحت كده، وبحط بقى الاصابع اللي هي البيضه دي رشقتها في كده، وبرده اصابع من اللي هي الدارك او الغامقه،
حطيتها برضو من القلوب دي البيضة دي، حبيت يعني عاملة قلوب دارك غامقة، وعاملة قلوب بيضة اهي يعني عاملة قلوب منوعة الأبيض والأسود معانا، وحطيت قلب كده صغير في الجنب ده عشان قد الشكل برضو، واحد صغنن كمان مش عايز يمسك اهو. حطيته كده في الايه تحت كلمة محمد عشان املى الدنيا قلوب حوالين محمد حبيب قلبي، ربنا يحفظه ويحرسه ويصونه يا رب، دعواتكم ليه الله يبارك لكم يا رب. وحطيت بقى اشكال كده كنت عاملاها على ورق ترانسفير، ورق الترانسفير ده موجود عند ادوات الحلواني برضو، بيبقى الورقه ب5 جنيه مش غالي برضو، بتجيبيها تشتغلي بيها وتخليها عندك في المطبخ تستخدميها في حاجه تانية. مليت كده التورتايه بتاعتي، بيقولوا لي ولادي كفايه كده على التورتايه، سهلة جدًا وبسيطة، عايزة أملاها أنا بقى، عايزة أحسّها كده يعني مليانة حاجات، بس هُم قالوا لي كده كويس أوي يا ماما، حطيت برضه كمان شوية أشكال كده، بحيث إن هي إيه، ما تبقاش over معايا يعني، والزينة بتاعتها منها فيها، يعني شوية شوكولاتة سيّحتهم 100 جرام شوكولاتة بيضا، و100 جرام شوكولاتة غامقة، والكريم شانتيه ومربى الحليب، دي الحاجة اللي أنا دخّلتها في التورتاية. وطبعًا الحاجة بتاعتها كلّها جبتها من عند أدوات الحلواني زي ما قُلت لكم وأنا واقفة، بس المهم إيه، ترتبي حاجتك. بنسحب بقى شايفين الحاجات اللي نزلت دي بقى، بدل ما تمسكي منديل وتقعدي بقى تنضفي وتعملي وتبهدلي الدنيا، بصي بتسحبي اكياس التلاجة كده بالراحه اهي، بتلفي كده وتسحبي بايدك اهي، شايفه؟ سحبتها بمنتهى السهوله، فاضل لي كيس كده عايزه اسحبه هو كمان، سحبت اتنين، والتالت اهو بصي بسحبه اهو، شايفه؟ بسحبه بصي طلعت معايا نظيفه وزي الفل اهي، هتاخديها تحطها في التلاجة بقى كده ساعتين ثلاثه، وتعملي احلى عيد ميلاد لاولادك، وكل سنه وانتم طيبين كده يعني. بصي الطريقه اللي عملتها لك دي عشان لا تقعدي تمسحي ولا تقعدي تنشفي ولا تتبهدل الدنيا حواليكي، ولا الشوكولاته تنزل منك على على المطبخ وتبهدلك الرخامه. حاجه بسيطه جدا اللي نزلت مني، وشلتها على الاكياس رميتها في الزباله، وطلعت معايا تحفه قوي زي ما انتم شايفين. ممكن تعمليها بقى باي طريقه، يعني التزيين ده يرجع لك انت، بس اعملي في بيتك، اعملي في بيتك، ليه تشتريها بالغالي؟ دي بجيبها من المحل مش اقل من 200 جنيه او 250 جنيه يعني، فانا اعملها في بيتي بمنتهى السهوله، ما كلفتنيش حاجه يعني، هي تقريبا كلفتني حوالي 100 جنيه. الناس بقى اللي بتشتغل جمله بتجيب بالجرادل، انت بقى لو هتجيبي على قدك هتعملي تورتايه او تورتايتين، تجيبي على قدك. انا قلت لكم بقى الحل والطريقه بالنسبه للمشاكل بتاعت الاسبونج في الفيديو اللي قبل كده، شوفوه تابعوه، يا رب كل حاجه بعملها تعجبكم، والسلام عليكم.